ينبغي أن يرزق العبد الاستغفار. يفرح العبد بالاستغفار في أوقات الخلوة. يحاول الإنسان أن يذكر ربه كثيرا، فإن ذكره لله كثيرا يحيي قلبه. فإذا أقبلت المعصية تناديه كان القلب حيا فيمتنع، لكن إن لم يكن القلب قد ألف أن يذكر الله في الخلوة كاد أن يموت، يضعف، يسقم، يمرض. فلهذا إذا نادته المعصية قد يكون أقرب إلى أن يجيبها. لكن كما قلت ذكر الله في الخلوة تبارك اسمه وجل ثناؤه به تحيا القلوب. وإذا أصبحت القلوب مطمئنة خاشعة حية قلما تستجيب للمعاصي، وإن كان كل بني آدم خطاء. لكن المهم في أوقات الخلوة تأتي خلوة أحيانا حتى لو أراد الإنسان من معصية لا تتأتى، كخلوته على فراشه في بيته، يعني لا يوجد مثلا دوافع معصية. مثلا إذا كان متزوجا البيت يعج بالصبيان، وإذا كان كبيرا يعني ليس في ساحات معينة يعصى الله فيها. هذه الخلوة لا ينبغي أن يكون الإنسان مجرد يألف فراشا ووسادة. وقتها ليس شرطا أن يشعر بك غيرك، يتفكر في عظمة الله، في مخلوقات الله، يأخذ اسمين من أسمائه الله الحسنى التي قرنهما الله في كتابه، حاول أن يرددها، يقرأها، يرددها، يحيا به قلب. مثلا قول الله في الشعراء: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. لو ردد: وإن ربك لهو العزيز الرحيم، وإن ربك لهو العزيز الرحيم، وإن ربك لهو العزيز الرحيم، حتى ينكسر قلبه ويشعر بعظمة الاسمين، غالب ظني أنه لو دعي إلى معصية يقدر عليه.